بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أخواني جميعا، محبي متابعي قناة كل العرب لتربية النحل على اليوتيوب، أخواني في جروب أسرار النحل على الواتساب، وأصدقائي في منتدى أسرار النحل على التليجرام. حياكم الله جميعا. طلب أحد الأخوان والأصدقاء أقدم له شرح حول موضوع نويات التلقيح وعملها وفوائدها. طبعا نويات التلقيح موجودة عبارة عن فلين، وموجودة بلاستيك، وموجودة خشب. هذه كلها عملها وأدائها واحد. الغرض من عنده أنه سرعة تلقيح الملكة. تعتبر هذه النويات من الأساليب الحديثة المبتكرة، من الأساليب اللي ينتهجها مربو النحل في إكثار الملكات، في سرعة تلقيح الملكات. وممكن أخي أن تبيعها نوية كاملة هي والنحل مالتها والملكة، وممكن تاخذ الملكة من عندها زين تجدد بيها وتبيع الملكة لحالها، وممكن أن ترجع تنطي ملكة بعد أن تتلقح الملكة. بعد أن تتلقح الملكة بداخل النوية ممكن أن ترفع الملكة من النوية بعد أن تبيض وتشوف أدائها وعملها. ممكن تاخذها وترجع تزرع عذراء داخل النوية حتى تتلقح وتستفاد من عندها. إذن عمل نوية التلقيح يعد من الأساليب الحديثة اللي يقوم أساس مشروع تربية النحل عليها. كثير من الإخوان لا يزالون يعملون على موضوع بدائي، ما يحب يطور إمكانياته، ما يحب يطور أدواته، ما يحب يطور الأساليب، ما يحب يطور نفسه ويقارن نفسه بالآخرين، ويجي يقول ليش فلان ينجح، أو ليش هذا الموضوع ناجح وأنا عندي مو ناجح، أو ليش يعني بسرعة شخص ما أو شخص معين كبر منحله وتكاثر نحله وصار. يا أخي طور نفسك، طور نفسك واتعب، راح تلاقي ما تصبو إليه. المهم هذه النوية تتكون من 4 إطارات. الإطار هذا مشتغليه تقريبا يعني نفس الإطار مال الخلية الكينية، معزولة بمادة الفلين، مصنوعة من مادة الفلين. من الأسفل نفس مبدأ عمل الخلية، انه بوابة السروح من الأسفل، وممكن أن تغلق عليها إذا تحب تنقلها. هذه النوية مال التلقيح بها مكان ممكن تقدم به محلول سكري، وممكن أن تقدم به عجينة. يقوم بعض النحالين بزرع هذه الإطارات بإطارات خشب، يوضعوها بالخلية حتى تبنيها الخلية وتمطها وتجهزها وتخلي بها حبوب لقاح وتخلي بها عسل، وبعدين يقوم بجلبها إلى النوية هذه. يضع كمية تقريبا من 250 إلى 400 غرام من النحل، يعني خلينا نقول الكوب مال الشاي الكبير. يضع نحل
ويضع مع ملكة عذراء عمرها يعني بين اليوم وبين اليومين، ويبدي بالغلق عليها، أما ينقلها إلى مكان بعيد من أجل الحفاظ عليها من السرقة، أو يقوم بإبعادها عن المنحل مسافة يعني بسيطة إذا كان مرتب حاله ومرتب أموره. خلال هذا العمل أصبحنا الآن فاهمين سلوك النحل. كل ما كانت الخلية النووية مساحتها قليلة، كل ما جعلت فرصة تلقيح الملكة أسرع، بسبب هاي أشياء موجودة بالفطرة، إنه النحل قليل، يريد يحافظ على نفسه، يريد يحافظ على توازنه، يريد يحافظ على استمرار حياته داخل المستعمرة هذه مالته. فهذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا اللي تعتبر من أساسيات نجاح تربية النحل وتوسعة المشاريع النحلية. فأي شخص عنده إلمام بموضوع تربية النحل وفاهم سلوك النحل يقدر موضوع النوية. أيضا هي جوانب اقتصادية، ممكن تبيعها كاملة وممكن تستخدمها إلى أكثر من سنة أو سنتين. نصيحة للي يمتلك نويات فلين، يطليها بطلاء بلاستيكي اللي هو البوية، يفضل يكون لون أبيض أو أي لون زهري، حتى يحافظ عليها الفلين من عوامل التعرية بالصيف أو بالشتاء أو بالخزن. هذا كل ما يتعلق بموضوع نويات التلقيح وفوائدها، وممكن أن تستخدمها حتى بنج للملكات إلى أن تتطور الملكة وتتطور وتكبر، وممكن أن تنقلها. تحياتي للجميع، أتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونون تستفادون من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.